مع احترامي لكل الاماكن اللي بتعمل فطير، بس المكان ده من احسن الاماكن اللي ممكن تاكلوا فيها فطير. هتدوقوا حاجه عمركم ما دقتوها في اي مكان تاني، وهقول لكم ازاي كل مره تقدروا تاخدوا عروض حلوه قوي. والمكان اللي بكلمكم عليه هو مطعم السرايا، ده فرع جديد في مدينتي، ومش اول مره اجربه. كنت دايما بروح فرع الزقازيق، بس اخيرا بقى قريب مننا في مدينتي. وميزه بقى المكان ده انه بيعمل كميه حشو في الفطير مش طبيعيه، بيحط 3 انواع جبن غير الحشو الاساسي، وكل مره بنطلب فطيره بتبقى بنفس كميه الحشو دي، واستحاله نقدر نخلصها. والحلو عندهم بقى ان اي فطيره لارج ممكن نقسمها لحشوتين، وعلشان كده انا طلبتها نص فاهيتا بسطرمه ونص سجق بسطرمه. بس اكتر حاجه مميزه عندهم هي الفطير المشلتت، مورق كده ومقرمش، وطعم السمنه البلدي باين جدا فيه. وممكن تطلبوا فطيره كامله او نص او ربع، وفي معاها تحابيش ممكن تطلبوها، بيبقى عسل نحل وعسل وطحينه ومش. وهم عندهم عرض حلو قوي، لو طلبتوا فطيرتين ممكن تلعبوا وتكسبوا حاجات كتير قوي. يعني احنا لعبنا وكسبنا فطيره بلو بيري وفطيره ريد فيلفت. بالنسبه للريد فيلفت كانت هاديه كده وحلوه للناس اللي ما بتحبش الحاجات المسكره قوي. اما البلو بيري فهي قنبله بصراحه، ميكس البيري مع الوايت شوكليت كده حاجه رهيبه، والحشو كتير قوي فيها. وعلشان كده بقول لكم الفطير ده استحاله تدوقوه في اي مكان تاني.